اسمعني يا صاحبي من الآخر. أنا مش موظف موارد بشرية للتوقيعات وخلاص، ومش ميك اب أغطي بيه قرارات بايظة. أنا ضمير النظام. أنا اللي بقف قدام أي حد عايز يمشيها وخلاص وأقول له لأ. اللأ دي مش عناد، دي حماية للمؤسسة، للناس وللبزنس. بص بقى على المشهد اللي بنشوفه كل يوم. مدير داخل عليك بقلب جامد يقولك غير المسمى على السريع، طنش اللائحة، خليها استثناء، بكرة نظبطها. وبعدها لما الدنيا تولع يقولك القرار من فوق. هنا دورك إنك ما تتسحبش، تقول بصوت ثابت هنمشيها صح أو مش هنمشيها. طيب تعملها إزاي عملي؟ أولاً خلي كل كلمة تتقال تتوثق. مفيش تعليمات على القهوة، أي توجيه لازم يبقى مكتوب بإيميل أو تيكت رسمي ومتوقع من صاحب صلاحية. اللي مش مكتوب مش موجود. تانياً اشتغل بدستور سياسات واضح. عندك سياسة ترقية، نقل، جزاء، تقييم، تعاقلات. كل سياسة قدامها مصفوفة صلاحيات و ACI واضحة. لو الطلب خارج الصلاحية توقفه لحد ما صاحب الصلاحية يوقع. تالتاً اعمل سجل للاستثناءات. أي استثناء يتسجل، مين طلب، ليه، أثره وتاريخ المراجعة. الاستثناء اللي بيتكرر يبقى قاعدة متنكرة. رابعاً جرب سلاح السؤال. بدل لأ خناقة اسأل 3 أسئلة تكشف كل حاجة. مين صاحب القرار النهائي؟ الداتا اللي عليها القرار فين؟ وتكلفة الغلط كام لو مشيناه كده؟ لو مفيش إجابات واضحة يبقى القرار لازم يتأجل. خامساً ما تسلمش تقييمات بالمزاج. اربط كل تقييم بمستندات أداء، أرقام، SLA، جودة، التزام. اللي عايز ينقص حد من غير دليل قول له ابعت لي شواهد. سادساً خلي لك مخرج آمن للناس. نظام تظلم محترم بمواعيد رد، ولجنة مراجعة محايدة، ومحضر اجتماعي يتبعت للموظف. الظلم بيتحل أول ما النور يجي عليه. سابعاً اشتغل على وقاية مش إطفاء. اعمل أونبوردنج قانوني ومديري للمديرين الجدد، وورشة 90 دقيقة اسمها قرارات من غير دموع، فيها أخطاء مشهورة وبدايلها. ثامناً أرقامك سلاحك. تابع KPIs تشوف الصحة التنظيمية، معدل دوران، NPS الموظفين، نسبة الاستثناءات، متوسط زمن إغلاق الشكاوى، ونسبة الالتزام بالسياسات. الأرقام بتقفل أي جدال. طيب تقول لأ إزاي من غير ما تقلبها خصومة؟ خد جمل جاهزة تستخدمها. للأسف مش هقدر أمشي القرار بالشكل ده لأنه مخالف لبند كذا. البديل القانوني 1 من 2. 1 2 اختار اللي يناسبك وأنا أنفذه حالا. أو عشان أحميك وأحمي المؤسسة لازم يبقى عندي توقيع وصلاحية من فلان، أول ما توصلني هتحرك فوراً. أو القرار ده تأثيره المالي والقانوني عالي، محتاجين نعمل له تقييم مخاطر 24 ساعة ونرجع لك بخطة تنفيذ آمنة. ولو حد حاول يضغطك بالكلام الكلاسيكا بتاع خليها تعدي، قول له بهدوء اللي بيعدي من عندي بيرجع لكم غرامات ونزيف مواهب. أنا شغلي أقلل التكلفة الخفية مش أزودها. عايز وصفة سريعة تمشي بيها يومك؟ قبل أي قرار اسأل مكتوب، في صلاحية، في داتا، أثناء القرار وثق كل خطوة، واكتب سبب اختيار البديل. بعد القرار راجع الأثر خلال شهر. لو طلع استثناء سيء اقفل الباب بسياسة. طيب لو لقيت مدير انتقامي أو متلون، ما تدخلش في اشتباك شخصي، خليه يتعامل مع نظام مش معاك. كل اتصال يبقى إيميل، كل طلب يبقى تيكت، كل تعليق يبقى على نموذج تقييم. لو زودها فعل قناة التظلم وارفع الموضوع بلغة أرقام وتأثير. المخاطرة كذا، التكلفة كذا، البديل كذا. كده أي حد فوق يلاقي قرار جاهز يتاخد. حلول تكسب البيزنس فوراً: اعمل نطاقات رواتب عادلة واربطها بدرجات وظيفية واضحة، كده تلم فجوات قديم وجديد وتقلل الاستقالات. نفذ سياسة منع الإملاءات الشفهية، وأي قرار يلمس رزق أو سمعة يمر على مراجعة قانونية سريعة. فعل لجنة أخلاق صغيرة بتقابل شهرياً وتراجع 10 قرارات حساسة وتطلع تعليمات ملزمة. اعمل لوحة متابعة شفافة للمديرين، نسبة التظلم المقفولة، الالتزام بالمواعيد، حجم الاستثناءات. اللي بيمشي صح يتشجع، واللي بيكسر يتحاسب. وآخر حاجة مهمة، تعلم تقول لأ باحترام وتدي بدايل. لأ من غير بديل بتتباع على إنها تعطيل، لكن لأ مع حل بتتباع على إنها قيادة. وافتكر دايما إنك لما تقول لأ النهاردة بتوفر على شركتك قضايا وبوستات سلبية ونزيف مواهب بكرة. سيبك من لقب الموظف المطيع، كن حارس المنظومة. لو الكلام لمس عندك موقف اكتب لي في الكومنت امتى قلت لأ وأنقذت قرار كان هيغرق المكان. وعايزني أجهز لك قوالب إيميلات جاهزة للرفض المهذب؟ هبعت لك نسخة تلزق وتتبعت فوراً.